بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنكمل مع بعض المشروع بتاع اللبشة ده، شيب درون. كنا عملنا أول حاجة الحديد السفلي في اتجاه إكس، وبعدين عملنا الحديد السفلي في اتجاه واي اللي هو العلوي، لا الحديد العلوي، وبعدين عملنا الحديد السفلي برضه والعلوي في اتجاه واي اهو. تمام ماشي. طيب لسه فاضل ايه؟ لسه فاضل الاضافي هنعمله النهارده ان شاء الله، الحديد الاضافي. طيب هنا في حديد اضافي، هنا الجنش اللي فوق اللي تحت كده يبقى حديد علوي. طب 4/16 حديد علوي بطول 4 متر. فين بقى في المسافة دي كلها كده؟ في الشريحة دي كلها، لأن دي شريحة أكبر شريحة تقريبا. هنا 4/80 2.5 3/55، دي أكبر شريحة، فهو عامل هنا حديد علوي في البحر الكبير ده. طيب الحديد العلوي ده بقى هنعمله ازاي أو هنوزعه ازاي؟ يبقى انت كده هتيجي هنا على اللوحة بتاعتك هنا كده reinforced، وبعدين حديد 16 الكفر خليه ب0، الجنش مفيش جنش برضو، حديد تنسايل 2 بوينت كده علوي. طيب كده سفلي كده علوي، الجنش ليه لتحت اهو، دي 4 متر. كنسل دي دلوقتي، هدي كده موف لتحت كده. تمام. طيب السيخ ده بقى هيتوزع فين؟ هيتوزع من هنا كده لحد هنا كده، اللي هو من طول اللبشة كله. طيب من طول اللبشة كله. طيب هيكون كام بقى؟ هيكون 4/16 في المتر، يبقى 4 في 36.5، اللي هو في المسافة دي كلها ب146 حتة. يبقى ده كده، يبقى برضه ديسكريبشن للسيخ ده كده 146 حتة. تمام. روتيت مسطرة 90 مسطرة، يبقى هو كده 146 حتة في 16 بطول 4 متر، زي ما ايه، زي ما في اللوحة. تمام. طيب وحديد علوي. طيب بعد كده عايزين بقى نعمل الإضافة دي كلها، هنفضل بقى رايحين على اللوحة وجايين من اللوحة لأن اللوحة التانية بعيدة. طيب ممكن نعمل ايه؟ ممكن نحدد الحديد الإضافي ده كله كده اللي هو على الأعمدة. وده حديد علوي في نص البحر اهو. ودي برضه حديد علوي في نص البحر، بس هو غلط هنا تقريبا وكتب سفلي، بس ده الجنش اللي تحت اهو. طيب ده كله بقى هنوديه فين؟ ممكن ننقله اللوحة اللي احنا شغالين فيها ونشتغل عليها على طول. طب اللوحة يبقى ده كله كده كوبي. طيب اللوحة اللي احنا بقى بنشتغل عليها اهي، يبقى هنا تقعد ادي لوحة 2 3 4 4 مسافات. احنا كنا عاملين مسافات متساوية اللي هي 100، يبقى ده كله كده هيروح مسافة 400، مش 4 مسافات. تعال بقى اللوحة اللي انت شغال فيها، كل الحديد الإضافي يجيلك في اللوحة اللي انت شغال فيها. تمام. هات بس الدونر ده كده
كوبي هنا كده. تمام. طيب بعد كده تعالى هنا كده للحديد بطول 3 متر، هنا إضافي سفلي 4/16 يبقى رينفورسد، وبعدين 2 بوينت من هنا كده لهنا كده أو 3 متر. طيب بعد كده دي هيكون كام؟ سيبه دلوقتي نمسح ده كله كده تاني. طيب ده هيكون كام؟ يبقى بار ديسكريبشن دي 8 ليه؟ لأن ده 4 في المتر و2 في طول 2 متر، يبقى 2 في 4 ب8. تمام ماشي. طيب السيخ ده ممكن انت تاخده كوبي من النص من هنا كده، وده برضو زيه صح، فانت اللي زيه هتركبه عليه كده. دي برضو 4/16 طول 3 متر، وده برضو بطول 3 متر، ده بطول 3 متر برضو، وده بطول 3 متر، ده برضو نفس الكلام، وده اللي تحت ده برضو طول 3 متر، ده برضو بطول 3 متر سفلي، ده برضو بطول 3 متر سفلي. بس ده بقى علوي، ده وده الجنش هيكون مختلف. طيب ده بقى امسك بقى سيخ وامسح اللي عليه ده كله كده، امسح السيخ القديم وهات لي بار ديسكريبشن للسيخ ده كده، واديله نفس المارك اللي هو 21 اهو، عشان مش يعمل لك في الجدول حاجات كتير. بعد كده 8 اللي برضه 2 في 4 ب8 طول 3 متر. طيب برضه اللي بعده بار ديسكريبشن للسيخ ده كده ماشي، اديله نفس المارك اللي هو برضه 21 8 حتات. ده برضه نفس الكلام، بار ديسكريبشن للسيخ ده كده 8 حتات. تمام. ده برضو 4 في المتر هيكون برضو 8 حتات. بار ديسكريبشن السيخ ده كده ماشي نفس المارك 8 حتات. هنا برضو نفس الكلام، دي برضو في 2 متر، فهيكون 8 حتات. طيب ده برضو في 2 متر و4/16 بطول 3 متر، يبقى بار ديسكريبشن السيخ ده كده هتحط هنا برضو 8 حتات. ده برضو نفس الكلام، طول 2 متر، بار ديسكريبشن للسيخ ده كده تمام. طيب فاضل برضو السيخ ده
برضو نفس الكلام، برضو description نفس المر، وده 8 حتات لأن هيتوزع في 2 متر وهو اهي 4.16. بس ممكن تاخده بس موف كده لتحت شوية. طيب اللي فوق برضو description 8، لا مش 8، هيبقى 6 حتات لأن 1.5، لأن دي مش دي 1.5 مش 1.5، 4 في 1.5، 6 حتات. تمام. طيب يبقى 6 حتات لأن هنا منطقة التوزيع اختلفت، هو 4 في المتر بس هنا المسافة 1.5. ده نفس الكلام 4.16 والمسافة 1.5. وبرضه description ده يبقى كام؟ 6. نعمل له موف كده تحت حتى. تمام. طيب فاضل بقى الحديد العلوي هنا وهنا اللي هو في نص البحر اللي هو 2.16 في 1.5، اللي هو 2 في 1.5 بتلات ايه؟ 3 حتات. طيب دي بقى هتعمل له reinforced 2 بوينت من هنا كده بس سفلي بس مسطرة، أو ممكن تعمله الناحية التانية كده لو ما عملش معاك. دي بطول 3 متر. طيب ده كده يا سيدي موف تركبه على ده. بعد كده تمسح دول كده، هما يكونوا 3 حتات بس لأن هما 2 في المتر. يبقى ده بعد description الستيل ده كده ماشي نفس القطعية لأنه 3 متر ونفس المارك لوحده عشان اهو. ده هتاخده كام؟ 3 حتات، 3 حتات فيها 16 بطول 3 متر، هتوزعه في 1.5 متر. تمام. ممكن تاخد الستيل ده كده كوبي من النص من هنا وتحطه على أخوه اللي هو نفس الكلام هنا. تمام. وبرضه description الستيل ده كده ماشي نفس المارك 21. ده هيكون 3 حتات لأن برضه 2 في 16. تمام. 1.5 متر. كده انت خلصت الحديد لوحة الإضافي كلها كده بالدايمنشن بتاعتها في أسرع وقت وأسهل طريقة. تمام. كده هيكون فاضلنا ايه في اللوحة دي؟ هيكون فاضلنا الكراسي وهيكون فاضلنا العشاير بتاعت الأعمدة وعشاير بادي السلم. هنا في سلم اهو وفي سلم هنا. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله